بسم الله الرحمن الرحيم. عجيب أمر الثلاث فرق من الناس. عجيبة رماسية غروب إنسان. وإنني لا أتعجب من ثلاث فئات من الناس. بس عجيب من فرقة إنسان. الأول أول عاقل لا يؤمن بالله تعالى، لكن عاقلي وإيمان قدينين. أي عقل هذا الذي يصد صاحبه عن الإيمان بالله؟ أفتش عقله خوي خوش إيمان بقضاء طردك يعني عودك بمنعك. مع أن العقل الصحيح حال بك عقل سالم لابد أن يدفع صاحبه إلى الإيمان بالله. لازم يأخذ بذبال إيمان خدا. كما قال عليه من دلائل كثيرة واضحة جدا. من إيمان شنكي إيمان بخدا يعني إيمان بخدا دليل برن واشخ. الثاني إدعاء عاقل مؤمن بالله إمام خديتنا، لكنه لا يؤمن برسول الله في خبر خدا إيمانين. واعتقد ان الله تعالى يتدخل في حياه الانسان عن طريق ارسال رسول الله. باورت كيك خدای تعالى مداخله ناكد حياه انسان دا بريا پیغمبر شوان را. وإل أي إله هذا الذي لا يهتم بعباده؟ أفتي إله إنما ندى عباده خود ولا يتدخل في شؤونهم، هيش مداخلة شوانك بإرسال الهداة إليهم، يعني بهداية شجوار بشنة ويش بشكل أو نك مداخلة نك، أو لا يصل للتدخل فيها، يعني نكار بالتدخل بك. لا يصل إلهية ما كان بهذه الصفة يقول وهذا نابع إله ذاته، يعني إله ترى نأوى ناصلح. كما لا يصل لإعالة أسرة من لا يدبر أمرها شوا ناصلح جي أو صور ملخا عائلك يكي كل شيء عائلة تدبيراوي نبينه. ولا يرشد إلى مصالحها التي قد تقصر العقول عن إدراكها، والري نشان ندب عائلة بالمصالح عقلي وناقش إدراكها. ولا ينهى عن مفاسد كل عائلة، مثلا نهينك خرابية التي لولا نهيه عنها لتورطت فيها. كنا نهيه بكفنك وان خرابية كويجي وانشي قالناك شو خوي عائلة، يعني خوي عائلة كي في شكل به لكن خدا كي شو قارش مشي يخونه به عبد يخون. الثالث إيسيا ثم يشتد عجبي من فريق ثالث. عجبهم ضها شقوات به فرقك السيا يؤمن بالله قضاء ماتنه، ويؤمن برسول الله بخبر قضاء ماتنه، ولكنه لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله. أما إيمان ناينك محمد بخبر قضاء. ولما يشتد عجب بهذا الفريق؟ شما ذي فرقة ازدهار جوان عجب منهم، لأن هذا الفريق منه بجماعة من رسول الله شفيا جماعتك يعني بتوبتهم يعني كان حب في خبر خدا إيمانتنا، ويصدقهم في دعوى الرسالة والتصديقات كدعوى الرسالة لما ظهرت على أيديهم المعجزات وقامت عندهم دلال النبوة. جبوك مثل سردسي ومعجزة ظاهر بنا ودليل نبوة جماعة قام بنا. إذ لا دليل على صدق رسالة سوى ذلك، فشون دليل على صدق رسالته أنجق معجزة. والدلائل القائمة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعواه النبوة من المعجزات الباهرات ودلائل النبوة ودلائل النبوة والبينات الواضحة الجلية، جاء الدليل قائمة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة في خبرتي كلية أو دليل معجزات عجيب وش دليل في خبرتي وان بيان أشخ أكثر عددا وأقوى نقلا وأوضح دلالة مما ثبت لغير من أنبياء الله ورسوله. دها برن ودها نقلا وان دها صغلمة ودلتا وان دها أشخ شيء ثابت بيش خين رسول الله في خبر ورسول الدنيا، يعني شما بوانتيني شما بوي لاين. والدلائل ياسكي والدلائل يعني بداية. شروط ثبوت النبوة شرط ثابتنا في خبرتي. النبوة تثبت بثلاثة شروط في خبرتي بست شرط ثابت. الشرط الأول أن يكون مدعيها طاهر الأصل والنسب والعمل. كذا يكون يدعى في خبرتي كأصلي تميز به شو خاطنا بجمع فيها شو فلان عائلة بالنباشة قال نسبوي أو شيء وزارة وعملي فيه. مشهورا بالصدق والأمانة قال مشهور بالصدق والأمانة تبك وخلق بجي بارك. لا تعرف له كذبة قال دروي بيتنبه ولا تؤثر عنه خيانة قال خيانة جدا تثبيت كره. قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته خذا زانه لسلا خدين كره. الشرط الثاني أن يعلن دعواه النبوة كان إعلام به دعواه خيانة النبوة حتى يعلم الناس أنه رسول من عند الله شو يسان زان ممكن مثلا قال تبليغ يعني. الشرط الثالث أن يظهر الله تعالى على يديه البينات والمعجزات كده خدا إظهار كسر تي وآيات أشخ ومعجزة. وهذه الشروط قد تحققت في محمد صلى الله عليه وسلم تم التحقق. أفشت رسول الله شيء بنب أن تمام شكل تمام. وأكثر ما تحققت في غير من الأنبياء وبيتر شو كنت خيلي في خمرة شيء بنب يدها بيتر.
وقد نقلت إلينا نقلا صحيحا وبشكل ساغلب جوانات نقل كرن والبه قسم منها بالتواتر قسم جوان تواترات نقل كرن وقسم بالأسانيد الصحيحة المتصلة قسم كي بسند صحيح متصل يعني يكون متواترة أو اثنين قطعان اثنين والقرآن مشتمل على وجوه كثيرة من دلائل النبوة ومعجزات القرآن شامل تسر جلكي بدليل بخبرته ومعجزته والإطلاع عليها يسير ويسر لكل أحد إطلاع على السربان معجزة حتى قلاية شيء كثير فما المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم إذن فما المعنى من الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم إذن إلا الكبر o zaman mعنى إيمان برسول الله tüne ancak kibre أو العصبية يجي عصبيته أو مراعاة المصالح الدنيا يجب شخار منفعته دنيانا ثم إن الكتب التي سميت بالكتاب المقدس بس أو كتاب يكتب بالكتاب المقدس قد اشتملت على طائفة من البشرات بمحمد صلى الله عليه وسلم أوجي مقدارك مزجينة في خبر دواندا إيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.